اللي هيحصل. الزمالك يعرض باسم مرسي للبيع بعد أزمة عبد الحليم الأخيرة. الزمالك وقف باسم مرسي لأجل غير مسمى وغرامة 300,000 جنيه مع غرار أزمته طبعا مع اللاعب محمد سالم، من نتج عنها تدخل مدير الكرة كابتن عبد الحليم علي، وحصل بعض المشادات نتج عنها خروج باسم مرسي من قائمة مباراة اليوم أمام الداخلية، وكمان عرضه للبيع. أعتقد أن بعد مباراة بجاية والأمور هتهدى هتبقى في جلسة لتهدئة الأمور ما بين إدارة الزمالك وباسم مرسي، وتعود المياه مع اللاعب محمد سالم، من نتج عنها تدخل مدير الكرة كابتن عبد الحليم علي، وحصل بعض اللي هيحصل. الزمالك يعرض باسم مرسي للبيع بعد أزمة عبد الحليم الأخيرة. الزمالك وقف باسم مرسي لأجل غير مسمى وغرامة 300,000 جنيه مع غرار أزمته طبعا بعض المشادات نتج عنها خروج باسم مرسي من قائمة مباراة اليوم أمام الداخلية.